هذا هو الملاكم المغربي إسماعيل لزعر، لا جسم ولا عضلات ولا طول، ولم يتدرب أصلا على الملاكمة كمحترف، وعامل لخمة لدى الملاكمين على مستوى العالم، لا يدوخ إذا تلقى لكمات على رأسه، وإذا ضرب لكمة أو لكمتين لخصمه يطرحه أرضا. هذا هو إسماعيل شاب عربي مغربي مثل ما تشوف، مكرش ويحب الرز والأكلات الشعبية ويحب كل شيء شعبي، وكمان لا يتمرن ولا شيء، لكن شوفت عينك مقابل ملاكمين مثل الدواليب وفقع وجيهم تفقيع. قلنا لكم يا إخوان، قضية الرجيم هذه قضية ليست موجودة، يعني قضية رجيم أو سوي تكميم معدة، كل هذا كلام فاضي. دق في النعمة والمندي والكبسة والطاجن والبرياني وخليك أزعر مثل إسماعيل لزعر الذي يضرب بالخمس في الكبسات والأرزات وغيرها من الأكلات التي فيها لحم وكبسة ومندي. وأيضا إسماعيل لزعر هذا يأكل كل ما هب ودب، مندي مدفون مضبي على الفحم على الجمر، وشوفت عينك لا جسم ولا عضلات ولا طول، لكنه ما شاء الله فقع هؤلاء الملاكمين تفقيع. فكونوا مثل إسماعيل لزعر.